يا أهلا بيكم. لو بتدوروا على غلاية تعيش وشكلها يبقى حلو في المطبخ، يبقى لازم تشوفوا الغلاية بتاعتي، الغلاية اللي أنا جبتها وعايزة أقول رأيي فيها بصراحة. غلاية فليبس ستانلس ستيل دي، أنا بجد مبهورة بخامتها. هي مصنوعة من مادة زي فولاذ كده مقاوم للصدى. جودته عالية وده بيخليها صحية، وشكلها بيفضل جديد. يعني هي عندي بقالها سنة ونص أو سنتين تقريبا، ولسه زي ما هي كأني لسه شارياها دلوقتي. والساعة بتاعتها كبيرة، يعني بتاخد كمية كبيرة ما شاء الله، تنفع عيلة كبيرة كمان. واهم حاجة فيها طبعا الامان، بتفصل لوحدها. لو المية خلاص خلصت الغليان بتفصل لوحدها. تقييمي ليها هيكون 4.6 من 5. وده تقييم ناس كتير قوي عليها على امازون. وبجد تحفة يا جماعة، اللي عايز يجيب غلاية يجيب النوع ده. ندخل بقى على المنتج التاني، وده التوستر محمصة بتاعة تورنيدو. بصوا، انا جبتها، هي شكلها شيك قوي بصراحة. عجبني الشكل بتاعها، التصميم بتاعها. بتخلي بجرب فيها طبعا اعمل بيها في التوست في الفطار. بتخلي التوست كده متحمص وجميل. بتشيل شريحتين توست، وفيها مستويات تحميص كتير عشان تطلعي العيش بالدرجة اللي بتحبيها بالظبط. فيها زراير طبعا واضحة لإعادة التسخين أو إلغاء التشغيل. جميلة جميلة بصراحة. وسعرها كنت حوالي سعرها تقريبا 1800، كنت جايبها ب1800 مش فاكرة لأنها عندها برضو بقالي فترة. وطبعا عليها ضمان، وهي معروفة طبعا شركة تورنيدو، عندها منتجات حلوة. وتقييمي ليها هيكون 4.5 من 5. وده كان تقييمي للغلاية وتقييمي للتوستر. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي، وقولوا لي رأيكم ايه لو انتوا جربتوا المنتجين دول. وفي امان الله، باي باي.